فدخل علي رجل كبير في السن وعلامات البكاء على ظهره على وجهه، وتوجه مباشرة نحوي، جاء على طول علي قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك. إيش في؟ قال ابني صار له حادث وتوفي وهو الآن في ثلاجة المستشفى وأبغاك يا شيخ تيجي تغسله. قلت الله يجزيك خير، أنا ما أعرف يعني في الغسل إلا ما قريناه في الكتب والمطويات. قال يا شيخ كل ما رحت لأي مسجد قالوا روح لمكتب الدعوة والشيخ عباس هناك هو يغسل. فتوعدت أنا والأخ من المساعدين معي في المكتب إنه نتقابل مع هذا الأب في المستشفى لنقوم بتجهيز هذا تجهيز ابنه. ثم توجهت إلى المستشفى وانتظرت المشرف على ثلاجة المستشفى وسألته أن يخرج لي هذا الشاب من الثلاجة فرفض. لكم أن تتخيلوا يا أخوان مشرف ثلاجة الموتى يرفض أن يخرج لي هذا الشاب لنقوم بتجهيزه. سألته قلت له ليش؟ قال لي يا شيخ أنت فك الثلاجة وخرج بنفسك. فتابنا الخوف الأول مرة. الموقف موقف رهيب، مسؤول عن الثلاجة يرفض إخراج الميت وقدامنا الثلاجة وأنا وخوي كل واحد مترددين، أنت افتح الثلاجة وأنا افتح الثلاجة. توكلت على الله، فتحت باب الثلاجة، أخرجنا الصينية ليضعون عليها الموتى، وعندنا إخراج الصينية لا نجد عليها ميت، يعني ما كان فيها ميت. فقلنا للمشرف وين الميت؟ قال يا شيخ انزل براسك، يعني نزل راسك وانظر جوا الميت جوا. وفعلا يا اخوان اما نزلت براسي فنظرت فكان الميت موضوع في كيس اكرمكم الله، كيس القمامة الاسود، وكان على هيئة كرة محطوط. فعندما سحبنا الصينية ادحرجت هذه الجثة الى اخر الثلاجة. مما خرجناها بصعوبة وضعناها على دكة الغسل وبدأت في فتح هذا الكيس عشان نشوف كيف هذا الميت على شكل كرة. فوجدنا أنه أكبر قطعة في هذا الشاب كانت من مفصل الكف، كانت جميع أياديه وركبه وأكتافه حتى رأسه منفصل عن جسده ومعاه خارج معدته، ومع برودة الثلاجة تجمعت وصارت زي الكرة. عفوا يعني شيخ الجثة كلها مهشمة؟ نعم، كانت أكبر قطعة كف يدي، مجموعة في كيس، مجموعة في كيس، ومع برودة الكيس هذا ثلجت وصارت زي الكرة. فجلسنا في حيرة يعني. فأنا قلت للأب قلت له يعني ليه ما قلت لنا؟ احنا قاعدين نتدارس أنا واللي بيشاركني في الغسل في بعض المطويات كيفية تغسيل الميت الطبيعي العادي على السنة. ليش ما قلت لنا؟ قال يا شيخ كل ما رحت لمسجد وأقول لهم إن ابني حصل له حادث يرفضوا يغسلوا بهذه الطريقة. فقلت حتى قدام الأمر الواقع. فاتصلت بأحد المشايخ جزاه الله خيرا ورحمه الله، فقال لي يعني لين الجثة هذه وفصل الأوصال دي وضعها بالرص كده على هيئة جثمان، يعني حط الأيادي محل الرأس وبقية القطع الصغيرة دي حطها في داخل معدته. فعملنا هذا الكلام. احنا عارفين كيف نغسله، لأنه كل ما جبنا الماء فيه الدم كله بينزل. فرجعت اتصلت بالشيخ ثاني مرة وقال ما في داعي انك تقرب المويه، فقط يمموا من فوق الكفن. المهم جهزنا هذا الشاب وتوجهنا صلينا عليه ودفناه، ثم رجعت البيت على أساس اني ارتاح. ما جاني نوم، يعني ما جاني نوم من المشهد اللي شفته، من المشهد الرهيب هذا لغاية صلاة الظهر. طبعا دفنا الشاب هذا في صلاة الفجر، لغاية صلاة الظهر رحت للمسجد وصليت. وأنا خارج من المسجد شعرت بهذه الرهبة